إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قطوف من حدائق الإيمان. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من نداك تعوي غريم. اعلموا إخوة الإيمان أن الله جل ذكره ذكر النفس في أكثر من موضع من كتابه بمعاني كثيرة، كلها تدل على الحذر من النفس. أخبرنا المولى الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه من اللذة، وقد علمت أنها قد نهيت عنه. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن من نهى نفسه عما تهوى فإن الجنة مأواه. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. وذكر الله غراس طيب وثمر حل في جنات النعيم. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي، فقال لي: يا محمد، أقرئ